لك انت اللي بتسمعني او انت اللي بتسمعيني، انت مش فاكره ان باباكي دخلك مدرسه نظيفه قوي وغاليه قوي وتعب قوي عشانك. حاجه مش متشافه، حاجه هو الطفل على طول بيروح المدرسه فاكر ده الطبيعي. انت عرفتي كده لما كبرتي، وانت عرفتي كده لما كبرت وخلفت قلت ياه، ده المدرسه اللي كان بيوديها لي والدي كانت غاليه قوي، او ده مصاريف النادي، او ان هو كان. انما هتلاقي الطفل فاكر بقى ايه؟ فاكر اللعب، فاكر الهزار، فاكر الشيله اللي كان بيشيلها له جده او باباه او مامته، اللعبه اللي كان بيلعبها في وشه، الزغزغه اللي كان بيتزغزغها له مامته، مامته لما كانت توديه النادي وتوديه حمام السباحه وتعمل له اكل. هتلاقي الحاجات كلها المعنويه الطفل بيفتكرها اكتر من الحاجات الماديه، خاصه اللي عن طريق خدمات. خلاص طبعا دور الاب لا يعني ما حدش يقدر ينكره ويشكر، ولكن احنا عايزين الاثنين بقى. انت كده ان شاء الله كده ان شاء الله هتاكل وهتلبس، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ده واجبك. بس اللي عايزه منك بقى ضيف الجانب النفسي. عايزك تضحك وتهزر وتجري وتلعب معاه كوره وهو صغير، تجيب له مكعبات تلعب معاه يا سيدي. لو بيحاول في لعبه جديده حاول تتعلمها معاه، ده هيقربك قوي 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 منه، وانت هتستفيد منه من خلال طفلك. يعني هيسمع كلامك، هيتربى تربيه كويسه، ما عندوش ازمات نفسيه، هيصاحبك اي مشكله مش هيخاف يقول لك، ما انت صاحبه هيحكي لك. خلاص، فمن كان له صبي فليتصاب له.